هعمل معاكم النهارده دبابيس الفراخ المشويه، او هي مش دبابيس فراخ قوي. دي كانت مكتوب عليها ان هي من اجنحه الديك الرومي، فانا جبتها وقلت اجربها. بصراحه كان طعمها حلو قوي. الجناح بتاعه كده قريب شويه من دبوس الفراخ، فانا حبيت ان انا اسميها كده عشان لو حد مش عارفها. بس لو انتوا لقيتوها في الهايبر هاتوها، طعمها حلو قوي. هنتبلها بتتبيله جميله جدا جدا، هتديكوا طعم حلو قوي. مش لازم نجيب الديك الرومي كله ونعمله، ممكن نجيب الاجزاء بتاعته، اي حاجات قطعه مثلا. وعملت معاكم قبل كده صدر الديك الرومي، بيبقى جزء كده من صدر الديك الرومي. ممكن نجيب الورك كامل مثلا بتاع الديك الرومي، الاجزاء بتاعته كلها هتلاقوها موجوده في الهايبر متقسمه. هشوي معاها خضار بجد هتبقى طعمها حلو قوي. يلا نبدا على طول بالتتبيله. محتاجين فيها علبه زبادي عليها عصير ليمونه، بصله متوسطه مفرومه ناعم، فصين 3 من الثوم مفرومين ناعم، معلقه كبيره من الصلصه، ورقتين لورا، معلقه كبيره من الخل. انا مستخدمه خل تفاح، ممكن يستخدم الخل العادي طبعا. معلقتين 3 كبار من الزيت، سواء زيت الزيتون او الزيت العادي. معلقه كبيره من المستردة. البهارات ملح فلفل كمون، بهارات مشكله، قرفه وجنزبيل، كركم وكاري. هضيف التتبيله كلها مع بعضها واقلبها كويس جدا. هدوق هنا التتبيله، لازم ادوقها عشان اتاكد ان الملح بتاعي مظبوط. بعد كده هحطها على الفراخ او اجنحه الديك الرومي، ايا كان احنا هنتبل ايه. هقلبها معاها كويس جدا، ولا مش هسيبها في التتبيله مش اقل من 3 4 ساعات. يبقى هعمل فيها فتحات بالسكينه وادخل التتبيله في قلب اللحمه. الخضار اللي هستخدمه النهارده هو بصل، ويفضل البصل اللي هو بيكون صغير، ده بيبقى طعمه حلو قوي. كوسه، بطاطس، وانا جايبه بطاطس صغيره مقطعاها 4/4 او ممكن نقسمها نصين. فصوص من الثوم، جزر، اي خضار حابين تستخدموه. بس الاول هتبل الخضار بملح وفلفل، اي اعشاب تكون عندكم. الاعشاب المجففه بتبقى حلوه قوي معاها. الزعتر، الريحان المجفف، هزود عليه حبه من الملح شويه عشان الخضار بيحتاج ملح اكتر. حبه من الميه كمان. هقلب كل حاجه مع بعضها كويس جدا، وحبه من التتبيله. هنجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن، هنحط الخضار وهنحط اجنحه الديك الرومي. هندخلها الفرن سخن جدا جدا على درجه حراره اعلى درجه حراره عندكم في الفرن لاول ربع ساعه. بعد كده هقلل درجه الحراره على 200 180 واسيبها لحد ما تكون استوت. ممكن نغطيها بورقه زبده وبعد كده عليها ورق فويل، وممكن نغطيها باي صينيه تانية اكبر منها. وفي الاخر خالص هشيل ورق الفويل وورق الزبده واسيبها تحت الشوايه لحد ما تاخد لون حلو. وده الشكل النهائي بتاعها. طعمها حلو قوي قوي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. اقابلكم ان شاء الله بفيديوهات وصفات مختلفه، وسلام عليكم.